ستيك بصوص خفيف مع ماش بوتيتو ومتأكدة هيعجبكم. هنا معايا اللحمة قطعتها شرايح بالشكل ده، أتخن شوية من البفتيك، استخدمت قطعية السمانة. هضيف عليها رشة من الفلفل الأسود وكوباية من الصويا صوص الفاتح، ما تقلقوش الكمية مش كبيرة أبدا. بعد كده هضيف كمان معلقتين زيت زيتون أو زيت عادي، هدلكهم كده مع بعض بكل التتبيلة دي وهسيبها على جنب حوالي ربع ساعة. بعد كده في الطاسة هبدأ أشوحهم. طبعا الكمية دي هشوحها على مرتين، انا عايزاها تاخد لون من على اول جنب. هقلبها وبعد كده هطلعها. طبعا هنعمل الكمية كلها وبعد كده في نفس الحلة او الطاسة هنبدأ نضيف باقي الاضافات. وهنا استخدمت كيلو شوحته حوالي على 3 مرات. بعد كده هضيف بصلاية متوسطة وهبدأ اقلبها كده في كل الفليفر او الطعمات اللي موجودة في الطاسة او الحلة بتاعتنا. بعد كده معلقة من الثوم، معلقة من الدقيق، وكمان معلقة من صلصة الطماطم، ما ننساش رشة السكر، ومعلقة من المستردة. هقلبهم وهضيف الشوربة أو المرقة والتوابل هكتبها لكم تحت الفيديو، معلقة من الصويا صوص، وهنرجع اللحمة تكمل سوا في الصوص بتاعنا. طبعا هنغطي عليها ولما تحتاج صوص تاني هنفتح نضيف روزماري أو زعتر زي المتوفر عندنا ونقدمها مع ماش بوتيتو. لازم تجربوها، خطيرة، هتعجبكم قوي.